والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل بعض الناس أو يضع بعض الناس الجمع بين الجمعة والعصر بسبب الأمطار أو الوحي. والجمع بين الجمعة والعصر لا يصح لأمور. الأمر الأول أن الأصل في العبادات التوقف، فلا تحدث عبادة إلا بنص شرعي، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الجمعة والعصر. هذا أمر. ثانيا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلك المال والعيال فادعوا الله لنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين ودعا الله فتحادر المطر، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بهم العصر في ذلك اليوم. ثالثا الأحاديث التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا هو الجمع المعروف، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. الحديث الذي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، فما في جمع بين المغرب والعصر ولا في جمع بين العصر والجمعة، إنما الجمع إما بين الظهر والعصر ده واحد، الثاني بين المغرب والعشاء بس، الثاني ما في جمع أصلا في الشريعة. رابعا وأخيرا أن الجمعة تختلف من الظهر، الناس القاصرة الظهر لأمور. الأمر الأول أن الجمعة ركعتان والظهر 4. ثانيا الجمعة يجهر فيها والظهر لا جهر فيها. ثالثا الجمعة وقتها مختلف فيه، فأجاز بعض العلماء صلاتها قبل الزوال، وأما الظهر باتفاق بين أهل العلم أنه لا يصلى إلا بعد الزوال. رابعا أن الجمعة فيها خطبة والظهر لا خطبة فيه، فلا يصح قياس الظهر بالجمعة، ولذلك لا يصح أن يجمع الجمعة مع العصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.